هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. الفيديو بتاع النهارده هيبقى مشترياتي من شي ان. الجزء الاول هيبقى عباره عن لبس، حلو قوي. الجزء ده من الفيديوهات بتحبه جدا وانا بحبه جدا، فلو انتوا مهتمين وعايزين تشوفوا انا اشتريت ايه وجبت ايه ورايي في الحاجات ايه، فكيبن واتشنج. كملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا الفيديو. واسيب لكم كل حاجه في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبدا الفيديو. ان كل المشتريات اللي انا اشتريتها دي بقالي كتير قوي، يعني هي بقالها فتره جايالي، وانا بقالي يعني طالباها من شهرين كده. هي مشترياتي للشتاء و... تمام. فبقالها فتره، يعني مش لسه طالباها وكده. ان شي ان بياخد فترات طويله. وهقول لكم في اخر الفيديو البيج اللي انا بجيب منها احلى بيج بجد، احسن بيج ممكن تجيبوا منها، وبتجيب بارخص سعر للدولار. وحاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، انا هوري المشتريات دي كلها كانت عباره عن لبس، كله لبس. الجزء التاني هيبقى عباره عن الجزم والاكسسوارز. وكل حاجه هقول لكم. انا طبعا مش فاكره سعرها، بس طبعا انتوا عارفين شي ان اسعاره مش غاليه قوي. وهسيب لكم رايي في كل قطعه، وهنقيمها من 1 ل10، وهوريكم كل قطعه. وعايزه كمان انتوا كمان تسيبولي في الكومنتس رايكم بكل حاجه انتوا شفتوها، تقيموها معايا وتقولي لي رايكم ايه. وبس كده، تعالوا اوريكم بقى انا جبت ايه واشتريت ايه. اولا دي كل اللبس. طبعا انتوا عارفين عشان اللبس الشتوي فبياخد مساحه. اول حاجه هبدا بيها دوت. اول حاجه هبدا بيها دوت كان هسيب لكم الصوره هنا. في حاجه مهمه عايزه اقولها لكم تانية، ان انا هسيب لكم الصوره. لو انا كنت عملت لكم ستايلنج هسيب لكم الصوره هنا، فانا هاجي على الجزء ده وهسيب لكم الناحيه التانية الصوره على الموقع كانت ايه. فاول حاجه جبتها كان دوت. ده كان حلو قوي. لونه اصفر. اولا زوري، احلى لحظه بجد. كله لبس شتوي اصلا، فمعظمه ده بقى عايز اقول لكم انا لبسته كتير. هسيب لكم طبعا صورتي بيه هنا اهو. اولا هو القماشه بتاعته بصوا تقيله جدا جدا. ثانيا ناعمه قوي قوي قوي، انا لبسته كتير جدا من كتر ما هو حلو. ثالثا لونه جميل جدا. هو كان غالي، كان تقريبا ب 500 او 600. هو قصير مش طويل، اوكي، بس واسع، بس بجد تحفه. تحفه. وعايزه اقول لكم كمان دوت كنت جايباه من شي ان. ده تحفه جدا جدا. ده ياخد 1000 من 10 بجد. ده احلى واحد جبته بجد. حلو قوي قوي وناعم وطري والاهم من كده ان هو بيدفي جدا جدا، يعني ما بيحسسكش ان انتي بقى سقعانه وكده، لا هو بيدفي قوي و شيك جدا واليجنت. القطعه دي تاخد 1000 من 10 بجد. وعايزه اقول لكم ان في قطع كتيره يعني ما عجبتنيش، يعني الاوردر ده المره دي حاجات كتيره قوي ما عجبتنيش. وكانت حاجات جت واسع عليا كتير. فتعالوا نشوف القطعه التانية. تاني حاجه ده كنت مضايقاهم يعني، او مظبطاهم عند الترزي، وهو الجينز دوت، فحطيتهم الاتنين مع بعض يعني. اول حاجه البلوفر البينك الامور ده. بصوا هو كان واسع جدا عليا، فانا خدت يعني ضيقته شويه من الجنبين. بس ده عايزه اقول لكم كل اللبس ده سمول، مقاس سمول، كله سمول. فبصوا القماشه بتاعته حلوه قوي وطري جدا. ده ياخد 7 من 10. بس هو لونه حلو، يعني انا جبته عشان لونه. اللي بعد كده الجينز ده. انا كنت عايزه اجرب الجينز بتاع شي ان، لان الجينز بتاع شي ان كله بيشكر فيه وبالذات. وكمان كنت عايزه اجيب بنطلون واسع قوي. البنطلون ده حوار كبير. اسيب لكم صورته هنا على الموديل. طبعا عليا مش كده خالص، او انا رفيعه زيها بالظبط. بس المشكله مش في الرفع، المشكله ان انا جايبه اكس سمول، اصغر حاجه، وواسع عليا جدا. يعني اجيب ايه تاني؟ اهو هو كده تقيل جدا. قماشته حلوه جدا جدا. مش غالي خالص خالص.
هو مفتوح من هنا كده، في قطع هنا، بس انا ظبطت القطع اللي فيه كده وكان طويل عليا قوي فقصرته، بس ما عجبنيش خالص خالص الشكل بتاعه ده. هحاول اظبطه تاني. وواسع عليا قوي، يعني بجد كنت دوت اكتر بنطلون كنت منتظراه. وعايزه بقى يعني ببقى عايزه البس الحاجات القصيره او اللي هي من فوق كده، وهو واسع بقى كله. ف ما عجبنيش خالص خالص، مع انه حلو جدا وستايله حلو قوي. فده ياخد 6/10. القطعه اللي بعد كده دي كيوت قوي، جميله جدا جدا. ما تنسوش تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام، عشان كل الحاجات ديت بعمل لها ستايلنج هناك، وتقولوا لي رايكم ونتفرج عليها مع بعض. وفي حاجات كتيره قوي حلوه على الانستجرام يعني تشوفوها. وهسيب لكم لينك في الديسكريبشن بوكس، وده الانستجرام بتاعي. ولو ما عملتوش لايك لحد دلوقتي وسبسكرايب، تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ما ازعلش منكم، عشان هزعل. القطعه ديت كانت عباره عن، قولوا لي رايكم كده يعني، ندردش سوا، وقولوا لي نوع الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها الفتره الجايه. طيب، القطعه ديت انا بحب قوي الحاجات اللي هي بتبقى منفوشه من الكتاف كده، وتبقى على جيبه او تبقى على بنطلون فنازل على واسع، بتبقى شكلها حلو قوي، بتشيك اللبس بجد، بتخليه حلو. فديت كانت جميله قوي. اولا بصوا الديتيلز بتاعتها، عليها ايه، عليها ومن الكم من هنا عامل كده، وجايه منفوش من يعني من عند الكتاف كده. هو انا بس حسيت ان الحاجات خفيفه قوي، كنت متخيله ان هم يبقوا تقال خفاف، بس حلوين يعني. شيئا بجد بجد بيرفكت، وتاخد شهاده جوده في كل المنتجات بتاعتها وكل الحاجات اللبس اللي بتعمله فظيعه. والجزم فدوت ياخد 10/10 بجد، حلو قوي. وقولوا لي رايكم فيه. حاجه من اللي صدمت فيها ايه بقى، دول 3 ست مع بعض، 3 بازيهات كنت جايباهم للصيف البسهم تحت البليزرز وكده، بدل ما بلبس بنص كم او بكم تحت البليزر، فكنت جايبه دول. تعالوا نشوف بقى هما الصدمه في ايه. اولا القماشه خفيفه جدا جدا جدا، اللي هي تكاد تكون شفافه. ثانيا قصير قوي، اللي هو كده يعني يبين البطن. فهو انا جايباكوا يعني، انا مش جايباكوا عشان ابين. طب انا هعمل فيكوا ايه مثلا؟ فاهو 3 ابيض واسود والاحمر، بس كانوا بصوا قصيرين خالص. ثانيا القماشة بتاعته خفيفة جدا، بس هم حلوين ستيل يعني حلوين. بس بصراحة يعني بحس ان الشكل في الموقع حاجة، مش في كله بصراحة، في بعض الحاجات، ولاقي ان هو في الحقيقة حاجة. دول هياخدوا 5/10 عشان بس القماشة بتاعته. الحاجة اللي بعد كده كانت عبارة عن، معلش الفيديو ده يطول شوية عشان حاجات كتير. دوت كان برضو اهو، شفتوا طبعا المشكلة اللي حصلت في حوار الجمارك دوت. ده بقى كان عاجبني اوي. بصوا صورته هنا كده على البنت، انا كنت حاسة ان هو جميل ولونه حلو. بصوا والالوان بتاعته حلوة قوي، وهو شيك كده. بس بصوا واسع جدا، وهو مقاسه سمول تمام يعني. مش عارفة، محسيتوش كده يعني. الحاجات عامه الاوفر سايز دي بتبقى مش حلوه فيا، لان انا صغننه كده فبتبيني قد كده، وانا اصلا قد كده. ف فما حسيتوش كده. بس هو كلون وكخامه وككل حاجه بجد شيك جدا، وستايله حلو قوي. وبعدين حاجات رقيقه يعني، مش تقيله بقى تهمه كده، لا حلوه. فبرضو ده ياخد 9/10 عشان هو لونه، عشان هو شيك جدا. كتيره طبعا لسه ما عملتلهاش ستايلنج لسه ما لبستهاش اساسا. عايزه اوريكم ديت بلوزه كنت جايباها للصيف، هوريكم صورتها هنا. عارفين البلوزات اللي بتلبسها هنا الزاهد وكده، بس هما طبعا بيلبسوها كده من غير حاجه يعني. انا بحب الشكل ده قوي يعني، بحب الستايل ده، فكنت عايزه اجرب اشوف. فعجبتني قوي بلوزه ديت. هسيب لكم صورتها هنا، بس هي اهي. هو انا يعني اتصدمت فيها ان هي كده يعني، بصوا قصيره جدا. بلبس تحتها طبعا شميز وكده في الصيف بقى انسقها، بس هنا لقيت ان هي قصيره جدا يعني. هي الكمام بتاعتها كده وبتبقى كده، بس مش عارفة يعني هنسقها ازاي، هنشوف مع بعض.
شفتوا بقى ان انا مش رغايه، يعني كل هتلاقي فيديوهات شي ان بيرهوا كتير قوي قوي في كل قطعه. انا بقى بحاول انجز، ما بحاولش اطول عليكم الفيديو رغم ان القطع كتير. دوت بقى ده واخد قلبي، مش عارفه البسه بجد لحد دلوقتي ليه، لان الجو برد قوي قوي واي حاجه هتبقى عايزه جواكت. فدوت القطعه دي وكان عليها مشكله كبيره. عارفين انتوا القطعه دي موجوده ب 600 و1000 في زارا وفي برشكا والحاجات ديت. بجد شي ان تفوق عليهم. بصوا يا جماعه بيزحلق من ايدي فرو ازاي. شايفين الخامه ده بقى؟ معلش انا هطول فيه وهطول فيه، يعني مش عارفه انتوا تشوفوه ولا لا. اولا ناعم جدا جدا جدا، بيزحلق كده تحسي ان انتي الله الله حبيبي الله. بحسه كده ان هو ناعم قوي. ثانيا فرو وتقيل، مش خفيف خالص خالص. ثالثا بقى ان هو بيدفي بجد. رابعا ان الستايل ده اللي هو ده، بصوا في زراير اهو. فالستايل دوت بيبقى بيتلبس على بنطلون واسع، على جيبه، على كده، وبيبقى مفتوح كده، بيبقى حلو قوي وطالع موضه وطالع منه كل الالوانات. طبعا انا من عشاق البينك فجبت بينك. هو قصير فجميل قوي، واعتقد كان غالي برضو، كان تقريبا يعني، بس بالنسبه لبرشكا وزارا كان ارخص بكتير. فالقطعه ديت كان عليها مشكله ايه بقى؟ هو اصلا اوفر سايز وهو واسع فيا جدا، بس غير كده بلس ان هم اساسا جابوه لارج بدل من سمول. يعني حصل مشكله فجابوا لي لارج بدل من سمول. فانا طبعا عشان هي عجباني جدا فجبته وخلاص، قلت اظبطه، بس هو تقريبا مش هيتظبط، واسع فيا قوي قوي. بس هو تحفه، يشفع له الفرو بتاعه. عارفين انتوا يا الله دوت ياخد 10/10 بيرفكت. عارفه اتكلم على الخامه ولا اتكلم على الكواليتي ولا اتكلم على الاسعار ولا اتكلم عن ايه؟ شي ان بجد تحفه في كل حاجه، بس هو غالي دلوقتي قوي بسبب الدولار انه غالي، فخلاص بقى يعني الحمد لله مش هنشتري اي حاجه تاني. شكرا، نقعد كده خلاص، شكرا. مش هنشتري حاجه خالص. القطعه اللي بعد كده ديت من القطع برضو اللي صدمتني السيكا. يعني ليه بقى؟ لان انا كنت هي وده صورته على الموقع، كنت شايفه ان هو عادي، يعني هيبقى قصير بس مش هيبقى اللي هو قصير. عارفين الحاجات القصيره اللي بتبقى باين يعني باين البطن وكده، فلقيته كده هو قصير خالص. هو لونه بينك طبعا. جبت دوت وده مقاسه سمول، كله مقاسه سمول، وانا مقاساتي وزني 50 كيلو وطولي 156 او 157 حاجه زي كده، للي عايز يعني يجيب زي مقاسات. اوكي هو حلو قوي وتقيل وجميل وكل حاجه، بس هو قصير. مشكلته ان هو قصير خالص خالص، قصير كده، فطبعا عايز تلبس تحته شميز او تلبس تحته حاجه. بس حلو جدا وعجبني لونه والخامه بتاعته. وبرده لسه ده ما عملتلوش ستايلنج، مش عارفه بقى اما انزل الفيديو ده اكون عملت ستايلنج ولا لا. ده ياخد 7/10. عايزه اقول لكم حاجه، ان انتوا بالنسبه لشي ان عشان تعرفوا مقاساتكم وتجيبوا الحاجه مظبوطه لازم بجد تتاكدوا من المقاسات كويس جدا. ف انا بس بضحك على حاجه، ان الفيديو 11 دقيقه. طبعا لو حد تاني عامل فيديو شي ان اشترايات كتير كده يقعد 25 دقيقه اساسا، نص ساعه اصلا يتكلم. انا سريعه قوي، ما بحبش اتكلم كتير. المهم فعايزه اقول لكم ان شي ان بجد لازم تختاروا مقاساتكم كويس جدا. عشان انا مره جبت الشوزات بجد من غير ما اختار المقاسات، طلعت كبيره جدا عليا. لما اخترت المره دي المقاسات طلعت مقاساتي بالظبط. اللبس برضو هكذا بيبقى عندهم المقاسات، فانتوا بتقيسوا مقاس الوسط، مقاس الورك، مقاس الرجل نفسها، بتقيسوا مقاس كل حاجه، وبتشوفوا مثلا انتوا هتختاروا سمول، ده بيبقى جايبين المقاسات بتاعتهم ايه، لارج مثلا ميديم المقاسات ايه، فانتوا بتختاروا المقاسات. مثلا اخترتي سمول ولقيتي مش المقاسات جايه عليكي فخلاص يبقى ده مش مناسب ليكي، وهكذا في البنطلون، هكذا في كله تختاري بالمقاسات بالظبط. طيب القطعه اللي بعد كده كانت السكارف السكارف ده حلو قوي وكبير، هو ستان، عجبني الواناته قوي وهو موجود، هسيب لكم هنا صورته. بس يا جماعه الحرير بيزحلق قوي، بس هو عجبني اهو. بصوا لونه سيموني في جراي، فحلو قوي بجد وناعم كده وطويل كبير قوي، مش اللي هو صغير. يعني هو اصلا هم مش عاملينه للمحجبات، بس هو كبير تعرفي تلبسيه. اخر حاجه وليس اخيرا بس اخر حاجه في اللبس، القطعه دي تحفه
خطيره. ده بلوفر، اولا تقيل جدا جدا، ثانيا مش عارفه اقول اولا ثانيا تحفه خطير حلو قوي. بصوا جراي كده في بينك، اصلا البينك بيليق مع الجراي قوي. كان ايام الجامعه عندي يعني جيبه وبلوزه جراي وكنت بلبس عليهم طرحه بينك، سوري، فدوت حلو قوي، يتلبس طبعا عليه طرحه بينك، فطبعا تحفه. بصوا هو برضو اوفر سايز ومقاسه سمول اهو، وقصير كده من تحت وواسع شويه، وتقيل جدا جدا. الخامه بتاعته حلوه قوي يا جماعه، الخامه بتاعت شين تحفه، عاجبني جدا جدا. القماشه بتاعته بصوا عامله ايه ازاي، فقماشته جميله قوي وصوف، هو صوف كده. فالحاجات ديت بجد بجد انصحكم تجيبوا من شي ان حاجته جميله جدا، بس خلاص مش دلوقتي بقى يعني. دوت لسه برضه ما عملتلوش ستايلنج، مش عارفه اعمل له ستايلنج ازاي، بس انا مش عارفه بصراحه اقول ايه على الجمال وعلى الخامه وعلى السعر وعلى ان هو بجد تقيل. ده تلبسيه كده بس هيبقى هيدفيكي. فدي كانت اخر قطعه معانا، واديلها 10/10. قولوا لي رايكم في الكومنتس برضو، ايه رايكم وايه القطعه اكتر قطعه عجبتكم، ولو عندكم عايزين تشوفوا فيديوهات تنسيقات اعملها لكم مخصوص فقولوا لي برضو. اخر حاجه جبتها، جبت قلم الحواجب بتاع شي ان اللي هو شي جلام اللي الكل بيتكلم عنه، اللي هو ده. الدرجه بتاعته كانت شوكليت، هو حلو قوي اللي هو ناحيتين، فهو متغلف يعني، فمش هقعد افتحه بقى لسه دلوقتي. الدرجه بتاعته ديت شوكليت دي هي الدرجه اقرب لي، وكانت فيه الاسبريسو برضو حلو قوي. وبس كده، بس كده يا بنات، كده الفيديو يكون خلص ووريتكم كل حاجه. بجد انزلوا سيبوا لي رايكم بالكومنتس في القطع كلها، وقولوا لي رايكم ايه، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر. وهسيب لكم لينك البيج اللي انا بجيب منها، انتوا تبعتوا لها القطعه اللي انت عايزينها، وبتقول لكم تضربوا تحولوا العمله الريال السعودي وتضربوا في كام، وبتعرفي كده سعر القطعه كلها من غير بقى جمارك ومن غير اي حاجه، بتعرفي هي هتجيلك كلها بكام. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، وهسيب لكم اللينك الاكونتات بتاعتي كلها في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، يا رب يكون عجبكم الفيديو، سوري لو طولت عليكم، وبحبكم قوي. باي باي.